أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وكاميرا بين الناس. ويمكن أحداث كثيرة طبعا في الأيام الماضية تم إلقاء الضوء عليها من قبل برامجنا على شاشة القاهرة الفضائية، لكن طبعا من ضمن الموضوعات الحقيقة لا تزال يعني مثيرة للأعصاب لكثير من المواطنين هو موضوع انقطاع الكهرباء. يمكن الموضوع ده في برامج كثيرة جدا في التلفزيون المصري أو القنوات الفضائية ناقشته مع متخصصين ومع علماء ومع مسؤولين أيضا في وزارة الكهرباء، وتضاربت الأقوال والآراء والأفكار والاقتراحات. وإحنا في مصر أعتقد يعني بتجميع كده الآراء والكلام اللي سمعناه من خلال وسائل الإعلام من قبل المتخصصين، إحنا عندنا حلول وفي حلول فورية كمان. يعني أبسط حاجة موضوع محطات الخلايا الشمسية أو الطاقة الشمسية، أولا غير مكلفة بالمرة، سهل يعني إقامتها في كل أنحاء الجمهورية، لكن الموضوع محتاج إرادة ومحتاج تخطيط وتنظيم. هنتكلم لسه كلامنا مع عن موضوع الكهرباء، لأن فعلا الموضوع ده لابد ليه من نهاية، وإحنا مقبلين على فصل الصيف وارتفاع شديد في درجات الحرارة. لكن عن أحداث الأمس وما يحدث كل يوم جمعة، وبنكون كلنا كمصريين بننتظر كل يوم جمعة علشان نشوف الإخوان هيعملوا إيه يوم الجمعة. معنا على الهاتف الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك يا أستاذ صبري. ألو 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 ألو. طيب يا ريت نحاول اتصال بيه مرة تانية. يمكن الحقيقة برضو من ضمن الأخبار عن موضوع الكهرباء، أكدت المهندسة صباح مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة أن هناك فائضا في الشبكة القومية اليوم بلغ 200 واط، ولم يلجأ مركز التحكم القومي لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار، خاصة أن كميات الوقود التي تم ضخها كانت مناسبة. ووجهت الشكر أيضا للمواطنين الذين استجابوا وقاموا بترشيد الاستهلاك. خبر آخر، أعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن سعادته بإطلاق حملة اليوم السابع بعنوان انقذوا مصر من الظلام لترشيد الاستهلاك بالتعاون مع قطاع الكهرباء، معربا عن أمله أن تلقى هذه الحملة استجابة من جانب المواطنين لتجاوز أزمة انقطاع التيار التي تمر بها مصر. ومرصد الكهرباء يناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك حتى لا يتم اللجوء لتخفيف الأحمال عليهم، وذلك من خلال فصل التيار الكهربائي عن طريق تأجيل استخدام الأجهزة التالية اللي هي الغسالة والمكنسة والمكواة وغيره. ولسه هنكمل كلامنا عن الموضوع ده. وعاود الاتصال أستاذ صبري الجندي نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا بيك يا أستاذ صبري. اهلا يا عبير هانم، ازيك؟ اهلا بيك يا فندم، وسعداء يعني بوجودك معنا النهارده في الكاميرا بين انا الناس. وسعادتي لا توصف ان سمعت صوتكم. الله يخليك، احنا سعداء بحضرتك دايما. يعني بنقول يوم الجمعة دايما بيبقى من الايام الساخنة، يعني كتير من الاسر المصرية بتخاف تخرج تتنزه هي وابنائها، لانهم بيبقوا متوقعين ان يحصل اي شغب او اي ارهاب من جماعة الاخوان. وبالامس بالفعل سقط 7 مصابين بطلقات نارية في اشتباكات الاخوان. لكن في موضوع تاني الحقيقة عايزة اتكلم مع حضرتك فيه، وهو يعني موضوع ان الجماعة او جماعة الاخوان منظمة ارهابية. اول امس صدر حكم من محكمة الامور المستعجلة باعتبار الجماعة منظمة ارهابية. حضرتك شايف الحكم ده هل له فوائد وهل هيكون ليه نتيجة في القريب العاجل؟ لا، كمان صدر قرار من مهندس رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب حوالين اعتبار كل من ينتمي الى هذه الجماعه لابد ان يحاكم باعتباره ارهابي. الذي ينتمي اليها او الذي يروج لافكارها او الذي يحاول استغلال ما يحدث في مصر
من اعمال تخريبيه او اعمال اعتداء على المنشات العامه او الخاصه. فهذا القرار مكمل لحكم المحكمه. تمام. يعني هو كنا دايما كمصريين متخوفين نقول ده قرار مش حكم محكمة، لكن أول أمس كان حكم محكمة صريح وواضح. قرار رئيس الوزراء هو تنفيذا لحكم المحكمة. تمام تمام. طب حضرتك دي واحدة. الثانية بس عايز أقول لحضرتك إنه حكاية إنه المصريين بيخافوا يخرجوا دي حقيقة، لكن هذا هو ما كانت تطمح إليه جماعة الإخوان المسلمين والذين يتحالفون معها، أن يبثوا الرعب في نفوس المصريين، إنه يخوفوا الناس تركب عربياتها لأنه ممكن يكون تحت العربية قنبلة فعلا، أو يمشوا في حتة أحسن يطلع مظاهرات تقطع الطريق وتكسر العربيات. هذا الشعور الذي لازم المصريين منذ فض اعتصام رابعة وحتى الآن يمثل هدف للإخوان، ويمثل إذا نجاح لهم ولمخططهم. تمام. فعلينا ألا نخاف، وعلينا أن نقاوم، وألا نرتكن إلى أنه الدولة تستطيع أن تصنع كل شيء في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة ومرحلة ضغط أو هشاشة البنيان كدولة. أستاذ صبري، يمكن النهاردة يعني خبر عاجل، كان وزير الصحة بيفتتح مستشفى عام في مدينة قفط وتم تفجير فعلا قنبلة في الدور الأرضي من المستشفى، لكن الحقيقة لم تسفر عن خسائر في الأرواح، لكن طبعا خسائر مادية دي ممكن تتعوض. نتكلم عن نقطة تانية وهي العنف والإرهاب داخل الجامعات وما زال مستمر. لا شوفي أستاذة عبير، شوفي المغزى بتاع الحدث. مش الخسائر المادية أو حتى البشرية. المغزى أنه نحن موجودون حيث توجدون. يعني تمام. هو بيقول لنا رسالة، أي مسؤول موجود في حتة إحنا موجودين وراه. أيوة. أي حد عايزين نطوله أدينا هو هنطوله. لا، وشكل من اشكال الارهاب، يعني ده مشروع جديد، مستشفى جديد بيفتتح، مستشفى جديد، عايزين يدمروا اي امل، يعني المستقبل بيحاولوا يدمروا المستقبل. هم عايزين يوصلوا رساله انه اي مسؤول ليس بعيدا عنا. تمام. بغض النظر هو في مستشفى. تمام. هي رسالة انه نحن وراء المسؤولين، وراء المواطنين. هم كمان ما بيفرقوش بين المواطن والمسؤول. لا اذا كان هم مستهدفين وزير الصحة والذين معه، في افراد كثيرين جدا ما لهمش علاقة بالصراع السياسي اللي داير بين الاخوان وبين الدولة، ومع ذلك سوف يصابوا. تمام. يعني المواطن اللي ماشي في شارع بعربيته. طب استاذ صبري، أستاذ صبري بدون قطع كلام حضرتك في عجالة كده، موضوع دخول الحرس الجامعي إلى الحرم الجامعي للقضاء على العنف والإرهاب داخل الجامعات المصرية اللي فيها موضوع التظاهرات ده، حضرتك شايف أن تدخل الحرس الجامعي في هذا التوقيت على وجه التحديد كافي للقضاء على الإرهاب داخل الجامعات، ولا في حلول أخرى حضرتك شايفها؟ شوفي حضرتك، هناك حل آخر غير تواجد الأمن داخل الحرم الجامعي كما كان، دون أن يتدخل في الشأن الإداري للجامعات. أيوة. لأنه نحن بحرص مع التواجد الأمني في أي مكان. إذا تراخت يد الأمن نحن نعيش في الأرض فسادا. الناس لابد أن يحكمها القانون. تمام. ولا بد أن يطبق القانون على الجميع. ولا بد أن يعترف الذين رفعوا قضايا لإلغاء الحرس جميعا أنهم أخطأوا، وأن المرحلة الحالية هي نوع من المكابرة. الذين يرفضون الحرس جميعا لحظة يكابرون. تمام. ويرفضون الاعتراف بأنهم أخطأوا في حق هذا الوطن. نحن الآن في حرب مع الإرهاب، حرب مثل حرب الثمانينات والتسعينات. ولا بد أن يجيش الشعب كله لمواجهة الإرهاب بكل الوسائل الممكنة، وعلى رأسها إنفاذ القانون على الجميع. أكيد. وليس هناك طبطبة. أكيد. يا جماعة نبطل طبطبة لا بعد إذنكم يعني. تمام. عموما احنا سعداء بهذه المداخلة التليفونية. الكاتب الصحفي أستاذ صابر الجندي نائب رئيس تحرير الأهرام، بشكرك جدا يا فندم على هذه المداخلة.
طبعا موضوع الكهرباء يعني الحديث عنه لا ينتهي. في حلول، يعني الحقيقة كنا مستضيفين يعني متخصصين في الطاقة الذرية وفي الكهرباء وأساتذة في كلية الهندسة، قالوا في حاجة اسمها محطات الرياح البحرية. احنا عندنا شواطئ كثيرة جدا في مطل على بحرين مهمين، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. لو أقمنا هذه المحطات وبرضو تكلفتها بسيطة جدا هتولد كهرباء. موضوع الخلايا الشمسية لكل بيت يتعمل له محطة فوقه أو فوق السطوح، دي برضو هتولد الطاقة، ونقدر ان احنا نستخدم كل أجهزتنا الكهربائية. بالعكس ده كان في اقتراح كمان ان الطاقة الزايدة على البيوت دي اللي ما استخدمتش ممكن تبيعها لوزارة الكهرباء بتسعيرة جيدة، واعتقد ده هيكون مشروع جميل ودخل ثابت لكل أسرة مصرية. في حلول كتير جدا، لكن الحقيقة مش عارفة ليه احنا الجانب العملي عندنا يعني نظري اكتر، بنتكلم اكتر ما بنحل. ودي المشكلة عندنا، رغم ان عندنا عقول وعندنا امكانيات، والامكانيات على فكرة متاحة وغير مكلفة بالمرة. طبيعي ان احنا ننزل الشارع المصري ونتواصل مع الناس في كل مكان، لان في ناس بتقول الكهرباء بتتقطع عندهم بشكل يومي من ساعة ل2 ناس بتوصل عندها ل5-6 ساعات، يعني شيء صعب جدا. فاحنا نزلنا بكاميرا بين الناس نتواصل مع مواطنين في كل مكان ونشوف آرائهم ايه او شكواهم من موضوع انقطاع الكهرباء ده، وهم شايفين ايه برضو من خلال رؤية المواطن المصري البسيط. نشوف مع بعض ونرجع مرة تانية. بنعتذر طبعا لحضراتكم في عطل هندسي في الصوت بالنسبة للتقرير، لكن هنستكمل كلامنا مع حضراتكم عن الكهرباء. والنهاردة في جريدة الأهرام الصادرة صباح اليوم خبر انقطاع الكهرباء في الصيف مؤكد. الوزير لدينا عجز 18 مليار جنيه ومديونيات 52 مليار. تفاصيل خبر في عجالة. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال خلال الصيف القادم أمر مستحيل، مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء في الصيف مؤكد، ولكننا نعمل على تقليله إلى أدنى حد ممكن من خلال ضمان جاهزية محطات توليد الكهرباء للإنتاج وتوفير الوقود اللازم للمحطات بالتنسيق مع وزارة البترول، إضافة إلى توعية المواطن للاستجابة لسياسة ترشيد الاستهلاك. أكيد هي منظومة متكاملة ما بين مسؤولين ومواطن وسلوكيات في الاستهلاك. عموما مش هطول على حضراتكم ونشوف مع بعض التقرير. والله هو الكهرباء دلوقتي بقت أصبحت يعني في كل بيت بتسبب نوع من القلق ونوع من الخوف، ودلوقتي حتى بندفع فلوس للدروس وبتتقطع الكهرباء. اصبح ان احنا بندفع دم قلبنا للدروس وفي نفس الوقت الكهرباء بتتقطع، فبنستفاد لا احنا بنستفاد من الدروس ولا الكهرباء دي بتتقطع ب3-4 ساعات
مش مره واحده، يعني 3 4 مرات في اليوم ب3 4 ساعات، كل مره ساعتين 3 ساعات 4 ساعات. وبعدين لما بتيجي ترجع تاني بيبقى خلاص الدنيا ما عادتش تبدا الليل زي الاول، او تبدا النهار زي ما انتهى. طبعا هي مشكلة متكررة، والمشكلة الأكبر إن إحنا مش عارفين لها سبب، يعني مفيش أي شفافية علشان يقولوا لنا النور ده بيقطع عليه. يعني ساعات يقولوا إن هو نتيجة لنقص السولار، وساعات يقولوا إنه الحمل كتير، وساعات يقولوا يعني مش لازم يبقى في مسؤول يطلع يفسر للشعب إيه قصة النور. لان هو الطبيعي ان النور ما يقطعش، لكن انه يبقى الطبيعي ان النور يقطع كل يوم، هي دي الحاجه الغريبه طبعا. تأثير ده على حضرتك ايه كطبيب يعني؟ والله بالنسبه لنا احنا طبعا القصه دي بتبقى يمكن في المستشفيات ما بتتاثرش قوي، لان احنا بيبقى عندنا جنريتورز في المستشفيات يعني. ولكن المشكله بتفرق معانا هنا في العيادات بتاعتنا، لانه طبعا مجرد ما بيقطع النور خلاص يعني انا بنزل والمرضى بينزلوا، لانه هنكشف ازاي في الضلمه؟ ما ينفعش نكشف في الضلمه يعني، ملهاش حل يعني. والله هي حلها الترشيد ده. انا بشوف دلوقتي في معظم المدارس النور بيولع طول من 5 المغرب لتاني يوم الساعه 7 الصبح. لو احنا ترشيد في عواميد الاناره اللي هي بتبقى موجوده في الشارع ده، بنشوفها باستمرار مولعه بالنهار، بالليل مولعه. الاكشاك اللي هي الوقت بتاخد الاكشاك، والبياعين الجائلين اللي هي في الاماكن الشعبيه وفي المناطق الشعبيه، تبص تلاقي بياخد الوصلات دي، بياخدها ينور بيها، وانت كحي راقي ما بتوصلكش الكهرباء، هي بتوصل له الحي. الكشك موجود دلوقتي فيه ال 24 ساعه الكهرباء، موجوده ال 24 ساعه، تتفرج على الماتشات وانت قاعد ما فيش مشكله عنده، تتفرج على كل القنوات وتتفرج على الدش وهو ما فيش مشكله عنده، الكهرباء ما بتتقطعش خالص. نتكلم عن سرقه الكهرباء دي. ده سرقه الكهرباء، ما هو بياخد مني، بياخد حقي ده. وبعدين لما بياخد حقي الكهرباء على طول 24 ساعه عنده، يعني لا بالنهار بتتقطع ولا في اوقات الذروه بتتقطع، هي على طول باستمرار شغاله. انا شايف ان الحل مبدئيا نعرف السبب، يعني لازم المسؤولين في وزاره الكهرباء يطلعوا يقولوا لنا ليه الكهرباء بتقطع. نمره 2، كتير قوي من المسؤولين السابقين كانوا يقولوا اصل الاحمال. طيب احنا بنبقى ماشيين على المحور او ماشيين في طريق السفر مثلا الصبح، نبص نلاقي عواميد النور ولع. طب يقولوا لنا هم بيولعوا عواميد النور ليه الصبح؟ طالما ان القصه قصه حمل، يبقى اذا على الاقل يبقى في ترشيد للاستهلاك. ابسط هذا الترشيد انه يبقى فتره الصبح والشمس طالعه مفيش عواميد نور ولع. لكن احنا ممكن نلاقي عواميد النور على المحور وعواميد النور في طريق مصر القاهره العين السخنه الصبح والعه ومنوره عادي خالص بدون ما بنعرف ليه هي والعه او ايه اهميه ده يعني. فلازم يبقى في ترشيد للاستهلاك، ولازم المسؤولين اذا كان هناك سبب يعملوا على حل هذه الاسباب. محطات التوليد عايزه صيانه، عايزه قطع غيار، عايزه كل الحاجات دي لازم تتصلح. ولازم احنا كناس عايشين في البلد نبقى عارفين ليه الكهرباء بتقطع عندنا. تقريبا بقت بصفه دوريه دلوقتي، ان ما كانش هنا يبقى لدرجه ان احنا لو الكهرباء ما قطعتش لمده 3 4 ايام نبقى مبسوطين جدا، نقول اهي المشكله ابتدت تتحل. فدي حاجه غريبه الصراحه. تفتكر في الصيف ممكن تزيد هي الخطوره في كده؟ طبعا الصيف بقى والناس هتشغل التكييفات والناس بتسافر ورايحه جايه على الطرق والعواميد النور لازم تبقى والعه، هتبقى مشكله كبيره اذا ما اتحلتش واذا لم يتم معرفه الاسباب الحقيقيه وراء الازمه دي. ده لازم نعرف الاسباب ولازم تتحل قبل الصيف طبعا. اعتقد ان احنا سمعنا الكلام ده كتير قوي، واحنا مقبلين على فصل الصيف وخلاص التصريحات صريحة ان عدد ساعات انقطاع الكهرباء في فصل الصيف هيكون اكتر من عدد الساعات العادية. فاعتقد ان احنا في وقت ان احنا نلاقي الحقيقة حلول سريعة. وطبعا حضراتكم عارفين شهر رمضان كريم هيكون في شهر 6 ان شاء الله، صيام وحر،
مفيش مراوح، مفيش تكييفات، هيبقى شيء صعب جدا. وللأسف معظم العمارات أو الأبراج في مصر كلها بتصلها الأدوار العليا بتصلها المياه بمواتير المية. هتتقطع الكهرباء، مواتير المية هتتعطل، مش هيكون في كهرباء ولا مية حقيقي. يعني الله يكون في عون الناس. فأنا يعني بناشد المسؤولين، كفاكم تصريحات، وأرجوكم لابد من العمل وإيجاد حلول سريعة جدا، حتى ولو كانت حلول مؤقتة، لكن يبقى محطوط في الاعتبار إن في حلول يعني دائمة في الفترة القادمة. واحنا طبعا مقبلين على امتحانات وشهادات، يعني انا بتمنى ان يتم الحل والبت في المشكلة دي. موضوع أسوان، قبيلة الهليلة والدبودية، النهاردة الحقيقة توجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لعقد جلسة صلح بحضور وفد المجلس الأعلى للقبائل العربية وقبائل العبابدة والبشيرة بقنا وأسوان والبحر الأحمر، ومشاركة طرفي النزاع من الدبودية والهلايل. والغريب الحقيقة أن أجهزة الأمن بأسوان ألقت القبض على 5 من المتورطين في مجزرة أسوان وإثارة الفتنة بين قبيلتي الدبودية والهليلة. ومن بين هؤلاء ال5 مدرس إخواني يدعى نجم الدين إبراهيم 37 عام، متهم بتقديم الأسلحة للنوبيين. يعني بتظهر كل شوية أبعاد جديدة. ناس كانت بتقول دي طار بين قبائل أو فتنة بين قبائل، لكن طبعا دخل الإخوان وأصبح ليهم دور هنا. وأعتقد أن وجود فضيلة شيخ الأزهر النهاردة هيكون له تأثير كبير جدا ودور مهم جدا في حل هذه المشكلة. مين معنا على التليفون؟ طيب، معنا على الهاتف حول الحديث عن الإضراب الجزئي للأطباء معنا دكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء. أهلا بك يا دكتور خيري. اهلا بيكي. أهلا بك يا فندم. أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن استمرار الإضراب الجزئي بمستشفيات الصحة بكافة المحافظات، وأكدت أن تجميع الاستقالات الجماعية المسببة مستمر، وأعلنت عن بدء تنفيذ الإضراب الإداري يوم الثلاثاء المقبل، وهي المرة الأولى في الإضراب الإداري. يعني كمان الموضوع وصل للإضراب الإداري، يعني عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر يا دكتور خير. ما فيش، هو الإضراب دلوقتي بقى عدى الشهر. الحكومة خالص الإضراب بتجيله لجنة، مش النقابة نفسها، مش مجلس النقابة، بتجيله لجنة يعني الجمعية العمومية أوكلت إليها مهمة التفاوض مع الدولة وفي نفس الوقت إدارة الإضراب. وهم شايفين إن ما فيش أي استجابة، بل على العكس هم لما راحوا يقابلوا وزير المالية ما قابلهمش مرارا. وكان يعني حسوا إن تصرف وكيل الوزارة معهم ما كانش يعني على القدر الواجب من الاحترام المتبادل يعني والتعاون وكده. يعني حاسين ان الاضراب دلوقتي ما جابش او الحكومه مش سامعه صوت الاطباء. مش سامعه صوت الاطباء. طب يعني حضرتك شايف ايه يعني دكتور خيري، حضرتك نقيب الاطباء، يعني حضرتك رؤيتك ايه للموضوع ده عشان ينتهي بقى والامور تستقر؟ واولا احب اقول لحضرتك ان رغم الاضراب ده بقاله داخل على شهر ونص تقريبا، يعني عدى الشهر يقينا، الا ان ما فيش اضرار يعني المرضى يذكر في بدايه شويه. صحيح هيكشف تحت في العياده في الاستقبال، بدل ما يكشف في العياده يمكن يبقى زحمه شويه اكثر، لكن ما فيش لغايه دلوقتي مريض يعني أدير ضرر طبي نتيجة الإضراب. احنا محافظين على حقوق ومصالح المرضى بأقصى قدر ممكن حتى الآن. طب هو حضرتك الإضراب الإداري ده مش هيؤثر ويزيد الطين بلة؟ يعني الأطباء في إضراب وفي إضراب جزئي، كمان الإداريين دخلوا في الموضوع، يعني المواضيع بتتعقد اكتر ما بتتحلش. الموضوع
لا، الاداريين مش هيضربوا، انما الاطباء عليهم واجبات من نوعين. واجبات كلينيكيه طبيه، يعني بيكشف على مريض، بيعمل عمليه، بيحلل حاجه، بيعمل اشعه مثلا او كده، ده جزء. وفي واجبات اداريه لاداره المستشفى، لمنظومه العلاج. هم دول اللي هيبتدي يحصل فيهم اضراب، يعني مش الاداريين. يعني ليس هناك الواجبات الاداريه للطبيب، ان هو مثلا بيوزع نبطشيات، بيراقب، ما اعرفش، بيعمل حضور وانصراف لزملائه، يعني في واجبات اداريه للاطباء. في واجبات اداريه ثانيه تخص المرضى مش هيحصل فيها اضراب، يعني مثلا الوفيات، يعني مرضى او المرضى هيضروا من توقفها، دي ماشيه. طيب انما الحاجه الخاصه بالوزاره هي اللي هيحصل فيها. طيب يعني ما فيش جديد. دكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، أنا بشكر حضرتك على المداخلة دي. وواضح طبعا الموضوع لسه مستمر وما فيش حلول وما فيش استجابة من المسؤولين لمطالب الأطباء، فالإضراب مستمر. كنا الحقيقة بنتكلم عن موضوع مهم، أعتقد موضوع مهم عايزة الحقيقة ألقي الضوء عليه، وهو جدول امتحانات الثانوية العامة. أكيد طبعا ده عنق الزجاجة لكثير من الأسر المصرية اللي أبنائهم في شهادة الثانوية العامة. في تصريح الحقيقة من أستاذ محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أن الوزارة راعت صالح طلاب الثانوية العامة عند وضع جدول الامتحانات، مشيرا أن دكتور محمود أبو النصر اعتمد الجدول بعد استطلاع رأي الطلاب، شيء جميل جدا، وأن وجود الفواصل الزمنية لأول مرة لجميع الشعب سواء علمي رياضة أو علمي علوم أو الشعبة الأدبية تتراوح ما بين يومين أو 3 أيام لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل كل امتحان. ده شيء جميل حقيقة، ولمسة طيبة من وزير التعليم دكتور محمود أبو النصر والمسؤولين في وزارة التعليم. مهم جدا يعني ما نصعبش الأمور على أبنائنا الطلبة أكتر من كده. الحقيقة من ضمن الأحياء اللي احنا يعني بنهتم بيها وبنتابع التطورات اللي فيها وبنتابع الشكاوى المواطنين وسكان هذه الأحياء، حي السلام. معنا على الهاتف الآن أستاذ طلعت نصر، أستاذ حي سلام أول. أهلا يا أستاذ طلعت. أهلا وسهلا، أهلا بيكم، كل سنة وأنتم طيبين. أو حضرتك طيب يا فندم، الجديد عندك إيه؟ احنا والله عندنا شغالين في كذا محور يعني كده باذن الله، يعني المواطنين يحسوا بيها في الفتره الجايه وفي انفراجه في المرور، يعني شغالين باذن الله. عندنا كذا حاجه، يعني حاجات حلوه. يعني زي ايه؟ كذا حاجه زي ايه حضرتك؟ خش في المهم على طول. نخش في المهم ماشي. عندنا باذن الله بنعمل سوق جديد على مساحه 5000 متر في منطقه البيكو. ايوه. وبنطور سوق جديد في مساحه النيل. وبنطور ونرفع كفاءة تطوير العشوائيات في تقسيم مكة. هنعمل صرف صحي ومية وتليفونات وغاز ورصف وإنارة. جميل. موضوع السويقات ايه؟ يعني في الحقيقه احنا بنتابع من خلال كاميرا بين الناس، في بعض الاحياء عملت زي منشية ناصر الحقيقه كانت عامله سويقات واسواق صغيره جدا للشباب وللباعة الجائلين بتجمعهم فيها علشان يعني ما ياثروش على المرور ويسببوا ازدحام واختناقات مروريه. اخبار السويقات عندكم ايه؟ هل خدتوا التجربه دي؟ لا، احنا في سوق جديد على مساحه متر في وزير محافظه قصدي تعليمات بنشهر على مساحه 5000 متر. هي شغالين فيه حاليا، قوات مساعده شغاله فيه. وعندي سوق قديم متهالك بعمله من جديد خالص ومع زياده التكاتك فيه. يعني دول هيحلوا مشكله عندي كبيره. يعني في تطوير لسوق قديم، في تطوير للسوق وفي انشاء لجديد ايضا. لجديد خالص. ده هيضم ايه ويعني هتضموا الباعة الجائلين فيه ولا الشباب الباحثين عن فرص عمل؟ طلع هناخد الباعة الجائلين. الباعة الجائلين موجودين في الموادين والشوارع ونحطهم في الاسواق دي.
تمام. واخبار الخبز عندكم ايه وانبوبه البوتاجاز؟ طمنا كده. الحمد لله ما عنديش مشاكل في الخبز خالص. انا عندي كميه افران كتيره ويعني ما فيش اي مشكله عندي. بالنسبه للبوتاجاز عندي، انا عندي بس طبيعه المدينه بنسبه 90%. بالاضافه اللي انا عندي مستودع رئيسي على المنطقه الشرقيه، عندي بيجيني كل يوم 3600 انبوبه بتوزعوا على عين شمس والمطريه والمرج والسلام والنهضه والكلام ده. جميل. استاذ طلعت استاذ طلعت نصر، استاذ حي سلام، اول بشكر حضرتك جدا يا فندم على المداخله دي. اشكرك. كل سنه طيب وشعب مصر كله طيب. وحضرتك طيب يا فندم. في بس قبل الفقرة الحقيقة في خبر مهم، وهو اليوم بدء حجز تسليم كراسة الشروط ل4000 قطعة أرض ب9 مدن جديدة. وتبدأ فروع بنك التعمير والإسكان في تلقي كراسة الشروط للحجز الأرض التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية مارس الماضي. ده مهم جدا الخبر ده. عايزين نخرج بعيدا عن عنق الزجاجة، بعيدا عن القاهرة، عن وادي النيل الضيق. الحقيقة عايزين ننتشر بقى، ودي أراضي الحقيقة يعني هيكون فيها تسهيلات في الدفع وفي الشراء، وننطلق بقى بعيدا ونخلق مجتمعات بعيدة عن المجتمعات القديمة. الحقيقة في خبر تاني، في فقرة هنطلع الفقرة الأول قبل الأخبار. الحقيقة أكاديمية الشرطة في دفعات جديدة تم يعني دخولها أكاديمية الشرطة. كان الحقيقة للكاميرا هذه اللقاءات، وإحنا بنقول الشرطة الحقيقة هي في هذه الأيام هي بطلة الموقف رغم المخاطر اللي بيتعرض لها رجال الشرطة وكم الشهداء اللي سقط من رجال الشرطة، لكن ما زال الإقبال مستمر. الحقيقة دفعة كبيرة جدا التحقت بكلية الشرطة هذا العام، تقريبا 1850 طالب، وتعتبر دي من أكبر الدفعات. النهاردة أكاديمية الشرطة بتلقى أيضا هذا الإقبال. كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور أحمد جاد رئيس أكاديمية الشرطة. نتابع ونعود مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بقى بالرسالة الثانية لولادي اللي دخلوا في سنة أولى، ال 1850 طالب، الحقيقة الدفعة دي بنعتز بيها جدا زي اعتزازنا برضو بكل الدفعات الموجودة. إنما الدفعة دي فيها حاجة برضو لازم أقول لحضرتك عليها، إن احنا علمناهم والأول مرة إن هم يقودوا نفسهم، ما يستنوش أما طلبة سنة رابعة تقودهم. فعملنا قيادة ذاتية من طلبة أولى على أولى بإشراف طلب السنة رابعة، يعني بننمي فيهم روح القيادة. ولما نمي في الولد الصغير اللي عنده 18 سنة روح القيادة، يحس إنه راجل، ولما يحس إنه راجل ما يعملش حاجة صغيرة. ويعتمد عليه. أنت بتشيليه مسؤولية، تقولي له أنت شريك معايا، أنت كبير، يقول لك أنا كبير. طب وراني، هيقدر يعمل حاجة صغيرة؟ هيقدر يعمل حركة صغيرة؟ هيكسف. من هنا بتيجي التنشئة. عشان كده بنديهم سيكولوجي وبنديهم علم نفس وحاجات كده تنمي فيهم هذا الكلام. عشان كده الولد بيطلع عنده 22 سنة بيطلع راجل مسؤول، بيطلع راجل يعتمد عليه. الحاجة التانية اللي تتفرد بيها بقى الدفعة دي، ودي مجال اعتزاز عندنا في الأكاديمية الحقيقة، ان هم عملوا عرض تدريبي عملي بعد ال 42 يوم من دخولهم الكلية، وشرفوا معالي الوزير السيد الفاضل محمد إبراهيم. مش عايز اقول لحضرتك، عملوا تدريبات في منتهى الاحترافية، وعملوا عروض أمنية على مستوى عالي جدا من الأداء والدقة، لدرجة ان السيد الوزير انبهر وكل السادة المساعدين قاعدين انبهروا. كانوا فاكرين انهم طلبة رابعة وثالثة وثانية. قلت لهم مفيش طالب اشترك في العرض ده الا بتوع سنة اولى اللي بقى لهم 40 يوم في الكلية، ومنهم 20 يوم كمان ما كانوش تدريبات، كانت تدريبات اساسية. خدناهم 3 اسابيع واتفقنا معاهم
تقدروا يا اولاد تعملوا تدريبات على اعلى مستوى زي طلبه رابعه؟ نقدر يا فندم. وكله اشتغل، وعندنا الفيلم بقول لحضرتك الناس انبهرت بيه، وكل الاعلام اللي حضر هنا انبهروا بيه. بيطلع وينزل من عمارة 40 دور بتاع 40 متر، ونازل على الحبال، اشتباك، مدفون في الارض، بينط بين العربيات عشان الاوقاء، يعني كل التدريبات دي. فالدفعه دي انا بوجه لها رساله، لان احنا الحقيقه قلت لهم حاجات معينه كده، وحاسس ان هم فهموها واستوعبوها. قلت لهم يا اولاد التدريب يكون على اعلى مستوى وبينفذوا. قلت لهم الثقافه تكون على اعلى مستوى ومبسوطين جدا بكل اللي بنعمله في الثقافه. قلت لهم يا اولاد لازم نتعلم كويس جدا 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 جدا، لان العلم هو اساس التنميه واساس التقدم. فبيجي لي الفيدباك من الضباط ان الولاد مركزين، الولاد بيذاكروا بجد، الولاد القماشه بتاعتهم بتختلف كل يوم عن اللي بعده. فعشان كده لازم تكون الرساله بتاعتي ايه بقى؟ ولادي دول كلهم في حضني، ولادي دول كلهم بقول لكم شكرا. بقول لاهاليكم الامانه اللي يأتمنون عليها هترجع لكم احسن مما كنتم تتمنوا، بتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني بنقول مصر وولادة للرجال وللأبطال. احنا بنقول الحقيقة ربنا يحميكوا وتكون يعني الخريجين إن شاء الله من كلية الشرطة قد المسؤولية في حماية هذا الوطن الغالي. الحقيقة معنا على الهاتف رئيس النقابة، لسه التليفون مش جاهز. طيب أنا عايزة أتكلم عن موضوع القمح، لأن القمح ده سلعة استراتيجية بالنسبة لنا. رغيف الخبز ده شيء مهم جدا. 500 مليون جنيه لتسلم المحصول، توريد القمح الثلاثاء المقبل وصرف الثمن في اليوم نفسه. حددت اللجنة العليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية بوزارة الزراعة القواعد الاستراتيجية لتسلم القمح المنتج محليا من المزارعين خلال موسم 2013-2014، وذلك بدءا من 15 إبريل الحالي، وبما يضمن تسلم كل الكميات التي يرغب المزارعون في توريدها والتيسير عليهم وحصولهم على كامل مستحقاتهم المالية، بعيدا عن جشع تجار ووسطاء توريد القمح للشون والصوامع، والذين يستقطعون 10% على الأقل من السعر الأساسي المحدد ب 410 جنيهات للأردب و10 جنيهات إضافية كعلاوة نظافة. أعتقد الخبر ده من الأخبار الإيجابية المهمة جدا. الحقيقة دلوقتي هنسمع قصة غريبة شوية، يعني أعتقد أنها مش متخيلة مخبز قطاع عام بيحصل فيه حاجة. هنسمعها حالا من أستاذ فتحي علي، رئيس عمال بمخبز بمنطقة العرايس بالمعادي الجديدة. أهلا بيك يا أستاذ فتحي. أهلا بيك يا فندم. في عجالة كده احكي لي قصة المخبز بتاعكم الموجود في منطقة العرايس في المعادي الجديدة، وعايزة أؤكد مرة تانية ان هو مخبز قطاع عام، يعني دي أرض دولة وأرض حكومة. اتفضل يا فندم. اتفضل، أنا احكي لي ايه اللي حصل، في ايه حضرتك ليك شكوى؟ المخبز ده شغال من سنة 80. تمام. افتتحوا رئيس السادات على رحمة الله. تمام. والاستاذ احمد نوح كان وزير التموين ايامها. بسرعه يا استاذ فتحي. الو. ايوه يا فندم انا سامعاك، اتفضل. انا مش عايزاك تحكي لي قصه حياه المخبز تاريخه ايه، انا عايز اعرف الوضع اللي موجود فيه دلوقتي، وده مخبز قطاع عام. ايه اللي حصل عندك؟ اللي حصل عند المخبز الحي بيهددنا بالوفاة بالغلق، عايزين فلوس. ليه الحي بيهددكم بالغلق؟ في مباني جدت حوالين منه، واحنا خط انتاج شغال عيش بشلن ملوش اي مشاكل. ده العيش بشلن بينتج العيش الرغيف ابو شلن اللي هو المدعم. مالناش علاقه
علاقه باي مشاكل ثانيه حوالين مننا. جميل. فهم دلوقتي بيهددونا بالغلق، الحي بيبعت لي التموين والتموين بيبعت لي الحي وبيدونا مهله 10 ايام وبعد 10 ايام عايزين نقف بالحصه. طيب ليه بيهددوكوا بالغلق واحنا شايفين صوره على الشاشه دلوقتي في اقبال كبير جدا على المخبز ده لانه بيبيع العيش المدعم لمحدود الدخل، حضرتك بقى ليه بيهددوكوا بالغلق؟ علشان في مبالغ حوالين مننا كافيهات وبتاع واحنا مالناش اي علاقه بالكلام ده كله. كافيهات؟ في كافيهات البلد حوالين مننا حوالين المخبز. طيب ايه علاقتكم بالكافيهات؟ ما انا عايز اقول لحضرتك ايه علاقتنا احنا بالكافيهات؟ ايوه احنا بننتج عيش بشيرن بقالنا من سنه 80 دلوقتي شغالين. مالناش علاقه باي مشاكل ثانيه، احنا عايزين نشتغل وعايزين نطلع عيش الناس الغلابه واحنا اكثر من 30 واحد شغالين في المخبز ده فاتحين بيوت. طيب الكافيهات اللي اتبنت دي على ارض المخبز وعلى ارض الدوله ولا اراضي بتاعت اشخاص ملك اشخاص؟ لا يا فندم على ارض الدوله، والمخبز ده مسجل من اراضي المعادي من سنه 80 قبل 80 كمان. يعني الكافيهات دي تم الاستيلاء على ارض من قطعه ارض من ارض المخبز وتم بناء الكافيهات دي. تمام؟ انا خط انتاج بلدي، عيش بلدي بشرب. طيب قول لي مين اصحاب الكافيهات دي ومين اللي استولوا على الارض دي؟ الناس يا فندم دي متأجراها من الشركه نفسها. يعني الناس مواطنين عاديين اجروا من الشركه الارض دي التابعه للمخبز وعملوا عليها الكافيهات. طب الكافيهات بتزعجكم في ايه؟ ما انا ده السؤال عايز اقول للحي وعايز اقول للتمويل. علاقتنا بالكافيهات احنا شغالين مخبز خط انتاج بلد. وكانت حسبنا 116 وصلت ل 68 وشغالين الحمد لله. يعني الحي قال لكم عشان جنبكم كافيهات فاحنا هنغلق المخبز ده. تمام؟ يا استاذ فتحي. طيب يا ريت استاذ معتز يشوف لنا احد المسؤولين بقى عشان نشوف الموضوع ده. انا برضو مش قادره اعرف هل قانوني ان يجي اشخاص عاديين يأجروا ارض تابعه لمخبز قطاع عام ويعملوا عليها كافيهات واجروها من مين، وهل هذا الايجار قانوني ولا غير قانوني؟ وبرضو عايزه اعرف ليه الحي بيهدد بغلق المخبز رغم ان ده مخبز مهم جدا لانه بيبيع رغيف اللي بشلن اللي بيحصل عليه الناس البسطاء ومحدودي الدخل. ليه بيهددهم؟ وايه علاقة المخبز بالكافيهات؟ يا ريت حد من المسؤولين يرد علينا، يا ريت تلحقونا باتصال تليفوني قبل نهاية الحلقة. الحقيقة برضو من ضمن الأخبار المهمة اللي نحب برضو نتكلم عنها موضوع المعاشات. طيب رائع. معانا سيادة اللواء ياسين طاهر نائب محافظ القاهرة المنطقة الجنوبية. أهلا بيك سيادة اللواء. أهلا يا فندم، ازي الصحة؟ أهلا وسهلا. حضرتك طبعا عارف مشكلة المخبز، أكيد حضرتك سمعت ولا حضرتك ما عندكش فكرة عنها؟ اللي هو المخبز بتاع اللي في منطقة العرايس في المعادي الجديدة. عندي فكرة عنها. حضرتك المخبز ده مخبز تبع شركة إدارة مخابز من خلال التموين، ومشكلة الجزء اللي مخصص محلات ده جزء عليه خلاف من 2009 وكان في إجراء عايز يعمله الحي خلال الفترة اللي فاتت إن هو يوقف حصة المخبز بالكامل عشان عدم الالتزام بموضوع استخدام المحلات والاستخدام الخاطئ لها. اسال حضرتك بس سياده اللواء، حضرتك بتقول في خلاف على ارض المخبز، خلاف بين مين ومين؟ مفيش خلاف يا فندم على ارض المخبز، في خلاف على استخدام المحلات اللي اتعملت على ارض المخبز. طب وهل وضع المحلات والكافيهات دي المقامه على جزء من ارض المخبز دي شكلها قانوني؟ يعني ليها مش قانوني. طب الناس دي اجرت بناخد الاجراءات القانونيه معاها بشكل منفصل عن المخبز عشان الناس ما تتاثرش بخدمه العيش المدعمه اللي طبعا يعني احنا مش عايزين نخلق للناس على الاقل في الحي ده او في المنطقه دي ازمه جديده في حياتها. دي حقيقه
هو المشكله ان اللي ظاهر عندي في الورق الرسمي ان المكان ده مخبز، فاي اجراء ما هاخده على المخبز. انا بدات افصل ما بين الاجراءين، خليت المخبز يؤدي مهمته وعملت اجراءات قانونيه على الجزء الاخر وبدات اعمل الاجراء بتاعه. لان ده حضرتك المخبز الوحيد على مستوى المنطقه دي كلها اللي بينتج الرغيف اللي بشلن. يعني انتوا لو الحي فعلا نفذ، لو الحي يا فندم نفذ تهديده بغلق المخبز هتبقى كارثه. حضرتك كنائب محافظ القاهره للمنطقه الجنوبيه، ايه الاجراءات السريعه اللي حضرتك هتاخدها لانقاذ هذا الموقف وحل هذه المشكله؟ حضرتك هتعمل ايه؟ طمنا. يا فندم الاول احنا ما فيش تهديد ولا حاجه، هو ده كان وجهه نظر عرض، لان دي كان الرسم الوحيده اللي ظهر قدام رئيس الحي. انا خدت قرار انا خاص بيا على استمرار المخبز في اداء مهمته، وان احنا بنعمل الاجراءات القانونيه على الجزء الاخر من المشكله. طب الكافيهات، يعني حضرتك بتؤكد لينا والمشاهدين والسكان المنطقه اللي بيتابعونا ان لن يتم اغلاق هذا المخبز، تمام؟ على مسؤوليه حضرتك الكلام ده يا فندم. لا يا فندم، بقول لسيادتك لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها المخبز يؤدي مهمته. تمام، ولن يتم اغلاقه. ايوه يا فندم، الموضوع بتاع المخبز ده موضوع، والتعامل مع المخلفات هيتم بشكل مختلف. ما حضرتك المخلفات دي بعيده عن المخبز، دي في ارض تابعه للمخبز. طيب يعني حضرتك هو تقريبا الكلام اللي انا بقوله ده هو الكلام اللي انت بتكرريه. طيب يا ترى هتوقفوا حصه المخبز من الدقيق؟ طب هو ينفع يا فندم اقول لحضرتك ان انا خدت قرار بان مشكله المخبز يعني انا فصلتها عن بتاع، او انا اوقف حصه المخبز من الدقيق؟ خلاص يبقى كده احنا خلاص، يبقى كده الرساله وصلتنا ان حضرتك لن تغلق هذا المخبز وسيتم التعامل مع المواطنين والمخبز بشكل طبيعي. وحضرتك بتقول المخالفين دول ليهم اجراءات اخرى منفصله بعيده عن المخبز. مش هطول على حضرتك، وكده الرسالة وصلت. اللواء ياسين طاهر نائب محافظ القاهرة المنطقة الجنوبية، أنا بشكرك جدا يا فندم. وزي ما مشاهدينا تابعوا سيادة اللواء ياسين طاهر وعد بعدم إغلاق هذا المخبز، وسيتسلم المخبز حصته من الدقيق، الحصة الطبيعية بتاعته، وهيستمر في العمل بشكل طبيعي جدا وهيستفيد منه سكان المنطقة. لكن الإجراءات القانونية الأخرى دي اللي هتتخذ ضد المباني المخالفة اللي هي الكافيهات اللي أقيمت على أرض المخبز. نرجع مرة تانية ونتكلم عن موضوع المعاشات، لأن موضوع المعاشات ده موضوع حساس قوي على فكرة، وبرضو تصدر الأخبار في فترة من الفترات. النهاردة أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تعديل المعاشات المبكرة، وأن عدد المستفيدين فيها هيبلغ 20,300 مستفيد. وأضافت الوزيرة أنه سيتم صرف زيادة المعاشات المبكرة اعتبارا من مايو المقبل. طيب معانا على الهاتف موضوع النظافة ده، كل أسبوع نتكلم في موضوع النظافة. طيب معانا على الهاتف أستاذ أمين حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة. أهلا بك يا أستاذ أمين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني حضرتك أنا بقول كل أسبوع الحقيقة بنتكلم عن موضوع النظافة ده، والناس بتشتكي وإحنا بنشتكي، وأكوام القمامة اللي بقينا خلاص يعني اعتدنا على رؤياها بشكل يومي. عايزاك تقول لنا حاجة جديدة النهاردة كده تدينا أمل، تحسسنا إن اللي جاي أحسن إن شاء الله. أنا سمعت إن عندكم توفير فرص عمل في مجال النظافة، وفي موضوع تاني برضو مهم هو إنتاج الطاقة البديلة. نتكلم الأول عن موضوع توفير فرص عمل، لأن البطالة عندنا نسبتها ارتفعت كثيرا في هذه الفترة. أخبار فرص العمل عندك إيه؟ هو أنا برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. هو فعلا بإذن الله الفترة اللي جاية في تغير جذري في منظومة النظافة في مصر، وفي منظومة المخلفات بجمهورية مصر العربية بالكامل، من ضمنها حلول زي مشكلة الطاقة ومزيج الطاقة، مشكلة الفحم اللي احنا بنتطرق لها دلوقتي، عندنا مشكلة كبيرة لينا. أيوة. أولا بالنسبة للجزئية الخاصة بتوفير فرص العمل، احنا عندنا خدمة لازم الخدمة دي توفر لها شخص
مناسب مدرب مؤهل هيقدر اللي هو يأديها. فعملنا توفير فرص عمل عن طريق اعداد وعمل برامج تدريبيه وتاهيليه للناس. ابتدينا اللي احنا ناخد ناس تعلم عن ايه دوره في منظومه النظافه وتاهيله في منظومه النظافه. ومن خلال الجزئيه دي ابتدينا اللي احنا نخاطب كل الشركات اللي موجوده معانا اللي احنا نوفر فرص العمل للناس دي. منظومه النظافه في مصر عاوزه جيش جرار يشتغل فيها، نقدر نوفر من خلالها في خلال تيجي مش اقل من مليون فرصه عمل على مستوى الجمهوريه، على مستوى 27 محافظه، من خلال عمليه الجمع والنقل وتدوير المخلفات وانشاء مصانع جديده نقدر لا تفتح لنا فرص عمل جديده ونوفر من خلالها طاقه برضه. جميل. يعني حضرتك كده ناخد نقطه نقطه، انتوا دلوقتي بتقوموا بتعيين ستاف جديد او بتستقبلوا عاملين جدد في مجال النظافه، وقبل ما بيتسلموا فرص العمل بيتم عمل دورات تدريبيه ليهم. الاجور اخبارها ايه يا استاذ امين؟ احنا حتى الان والحمد لله اغلب الشركات الموجوده في مجال النظافه معانا اللي بتستقبل العماله ديت كلنا يعني متوسط الدخل دلوقتي ما بيقلش عن 1200 جنيه 1100 جنيه اقل حاجه في الفتره اللي جايه، وباذن الله هيزيد كمان هذا المرتب في الفترات اللي جايه باختلاف عقود الشركات مع المحافظه او مع الهيئات اللي هو اصلا ثابت اللي المرتب كان فيه 240 جنيه كويس جنيه كويس قوي. يعني العقود القديمه دي يعني في تقنين اوضاع الشركات دي بعد كده في العقود الجديده مع المحافظات هيبقى المرتبات دي اعلى ان شاء الله. كويس. عدد ساعات العمل هيكون ايه برضه عشان ناخد فكره؟ هم 8 ساعات كده. 8 ساعات. جميل، اللي هو عدد الساعات القانوني. طب اخبار الطاقه البديله ايه؟ موضوع الطاقه البديله ده هتعملوا ايه؟ بص يا فندم، هو احنا مش لسه نستنى نعمل. جميل. احنا كان في تواصل مع الدكتوره ليلى اسكندر وزيره البيئه الاسبوع اللي فات. احنا عملنا النموذج خط التصنيع اللي بياخد مخلفات القمامه في احدى مصانع المحافظه ومحافظه البحيره. ايوه. عملنا احدى الخطوط وصنعناه محلي، ما جبناش اي معدات من بره، والخط قدرنا ان احنا ننتج منه ماده RDF اللي بتستخدم في مصانع الاسمنت، ووفرناها واعتمدت من ادارات الجوده بمصنعي الاسمنت كبار في مصر اللي الطاقه دي ياخدوها ومعترفين بيها، ونسبه الكسب بتاعتها مناسبه لاشتعال الافران، ووصلنا للجزئيه ديت، ودي اللي احنا بنعمل اللي احنا جميل نوصل لها. السبب احنا عندنا يوميا 40,000 طن مخلفات قمامه على مستوى الجمهوريه، دول يتفتح عليهم مجالات وفرص عمل جديده كبيره جدا في الفتره اللي جايه. الحاجه الثانيه هنوفر بمعدل من 20% من الطاقه البتروليه الموجوده في مصر من خلال المشروع ده. جميل. استاذ امين حسن رئيس النقابه العامه للعاملين بالنظافه وتحسين البيئه، انا بشكر حضرتك جدا. وعلى فكره قريبا ان شاء الله هتلاقي كاميرا من برنامج بين الناس موجوده عندكم عشان نصور. اعتقد ده انجاز طيب، واحنا مهم وبنهتم جدا بكل الانشطه والمجهودات الايجابيه. انا بشكرك جدا. كده وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما نختم الحقيقة هنقدم لحضراتكم خدمتنا المجانية وهي الغائبين. ومعانا أول صورة مصطفى فوزي محمود سن 6 سنوات. الحقيقة العنوان المعتمدية مسجد الأربعين. اسم الأب فوزي محمود عبد المجيد، وأرقام التليفونات هقراها على حضراتكم 0111 411 5974. الرقم مرة تانية 0111 411 5974. وفي رقم موبايل آخر 011 59 63 1423 011 59 63 1423. وفي رقم موبايل ثالث 0111 99 18 129 011 99 18 129. ده أول طفل معانا. مين معانا تاني؟ معانا الطفل
نشوف الصورة مع بعض يا ريت. هقول الاسم لغاية ما تيجي الصورة. الاسم محمد أبو رواش سيد أبو عوف. العنوان جزيرة وراء الحضر. معاق ذهنيا. أرقام تليفوناته 0122 99 81 663. رقم التليفون مرة تانية الموبايل 0122 99 81 663. رقم تاني 012 82 656 106 012 82 656 101. رقم موبايل تالت 0100 50 71 331. رقم الموبايل مرة تانية 0100 50 71 331. واضح ان الصورة مش جاهزة، لكن عموما قلنا الاسم والبيانات. والاسم مرة تانية زي ما حضراتكم الصورة ظهرت اهي اخيرا. الاسم محمد ابو رواش سيد ابو عوف. العنوان جزيرة وراء الحضر، معاق ذهنيا. وهقول رقم من الارقام اللي انا قلتها مرة تانية. رقم 01 22 99 81 663 0122 99 81 663. ونقول باقي الأرقام 012 82 656 101 وآخر رقم 0100 50 71 331. احنا نتمنى ليهم السلامة والعودة لأهلهم سالمين إن شاء الله. وبكده وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا اليوم من الكاميرا بين الناس. وفي النهاية لكم مني أرق تحياتي عبير محمود، وإلى اللقاء.